علاج طبيعي للبرد. غير تحمر شويه الثومه وغادي نطفي عليه ونخليه حتى يبرد، وغادي نستفو في واحد القرعه ونخزنه. هيا بعد ما غلات الشريحه هنايا وداك الكركاع اللي حطيت ليها من الفوق، طفيت عليها وزدت عليها شويه تاع الحبه السوداء، ودرت الزنجلان الاسود، ما عنديش الزنجلان العادي صافي. وغادي نديرها في واحد القريعات وغادي نخليها. هو بعد ما بردت معايا الشريحه انا درتها في هاد القراعي بحال هكايا صافي، وتنخزنها في شي بلاصه في الصباح. هي من الاحسن تاخذ على الصباح على الريق، والواحد فاش كيبغي يمشي ينعس مزيانين وتتبقى عندك. رغم ما غاديش تخليها لانه عندي هجار كتاكلها بزاف صراحه، عزيزه عليها. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، ونشوفوا في شي فيديو قادم ان شاء الله. وعاشركم بروكا، الله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله.